شاهد أول رد رسمي من السلطات اليابانية اتجاه ممثل المغرب في القمة الإفريقية اليابانية باليابان بعد اعتدائه على ممثل الصحراء. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن تصدر مشهد اعتداء ممثل المملكة المغربية على ممثل جمهورية الصحراء في القمة الإفريقية اليابانية تيكاد بالعاصمة اليابان طوكيو، فقد دافع ممثل الجمهورية الجزائرية عن ممثل الصحراء بعد أن اعتدى عليه ممثل المملكة المغربية، حيث قام الدبلوماسي الجزائري بعمل بطولي حيث أسقط الدبلوماسي المغربي أرضا وانهال عليه باللكمات دفاعا عن ممثل جمهورية الصحراء. وبسبب هذه الأزمة التي فعلها ممثل المملكة المغربية، أشارت الإذاعة اليابانية منذ قليل أن السلطات اليابانية تحركت على الفور إلى مقر القاعة التي انعقدت فيها اجتماع القمة الإفريقية اليابانية نيكاد، واعتقلوا ممثل المملكة المغربية والوفد المرافق له، وأبلغوه رسالة شديدة اللهجة من السلطات اليابانية أن خلال 24 ساعة فقط يغادرون أراضي اليابان لأنهم غير مرغوب فيهم في الإقامة في اليابان، لأنهم فعلوا فعل مشين وجبان لا يفعله أي دبلوماسي في العالم في قاعة اجتماعات دولية. كما وصفت الإذاعة اليابانية وبعض الصحف في اليابان بالعمل البطولي والشجاع من جانب ممثل الجمهورية الجزائرية في هذه القاعة، والذي دافع عن ممثل جمهورية الصحراء والذي تهجم عليه ممثل المملكة المغربية الجبان. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.